والله لا زلت أذكر هذا الشاب المسلم المغربي الذي لم يبلغ 26 من عمره تقريبا، في 24 في 25 لا يزيد. وكنت قد سعدت به وأحببته في إحدى زياراتي لأمريكا، وكنت أبكي لبكائه وأتأثر لتأثره ولطول سجوده. وفي زيارة أخرى سألت عنه: أين فلان؟ قالوا: فلان ما شاء الله أصبح مليارديرا. قلت: ملياردير وليس مليونير؟ ملياردير. قالوا: أصبح مليارديرا. قلت: لماذا؟ ما السبب؟ فقصوا علي قصة أختصرها سريعا. قالوا: كان يركب في المصعد، أسانسير يعني، في مركز التجارة العالمي، وركبت معه من بين من ركب فتاة أمريكية جميلة حسناء، ولم ينظر إليها هذا الفتى نظرة واحدة أبدا، غض طرفه ولم ينظر. وفي مرحلة من مراحل الصعود قدر الله جل وعلا أن يخلو هذا الشاب بالفتاة فقط، فخافت الفتاة على نفسها وخشيت أن يعتدي عليها، ولكنها ظلت تراقب الشاب عن كثب، فلم ينظر إليها نظرة واحدة وهو وحده معها. فلما أوشكت أن تنزل قالت له: لم لا تنظر إلي؟ ألست جميلة؟ انظر إلي، أنا حسناء، لم لا تنظر إلي؟ قال: ديني يحرم علي هذا. قالت: أي دين هذا الذي يحرم عليك أن تنظر إلي وأنا الحسناء الجميلة؟ قال: الإسلام. قالت: ومن أي شيء تخاف؟ قال: أخاف الله رب العالمين، أخاف عذابه في الآخرة. باختصار شديد نزل الشاب في الدور الذي سينزل فيه، فقالت: ما أكملت حديثي معك، أريد أن أكمل حواري. فنزلت معه. قالت: حدثني عن هذا الدين الذي منعك أن تنظر إلي نظرة، أي دين هذا وأي عظمة؟ فحدثها عن الإسلام ولم ينظر إليها، يقسم بالله ما نظر إليها قط ولا يعرف شكلها. يا للورع، يا للورع، يا للإحسان، يا للإحسان. تقول: فقالت له، يقول: فقالت له هذه الفتاة: أنا فتاة ثرية، ورثت تركة ضخمة جدا عن والدي، وأمتلك الشركات والأموال والموظفين عندي بالآلاف، وأنا أعرض عليك، هل تقبل أن تتزوجني؟ قال: لا، لا أقبل. قالت: ولم؟ قال: لأنك لست مسلمة وديني يحرم علي هذا. قالت: أسلم، قل لي ماذا أصنع، أنا لم أرى إنسانا أأتمنه على نفسي وعلى مالي إلا أنت. فقال لها: تسلمي؟ قالت: أسلم، ماذا أصنع؟ قال: اذهبي فاغتسلي وتعالي إلى المركز الإسلامي في المكان الفلاني في مدينة بروكلين في ولاية نيويورك لتشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذهبت في نفس اليوم وقد اغتسلت، وهنالك وقفت لتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي نفس الليلة وفي نفس الساعة عقد إمام المسجد لهذا الفتى المبارك التقي المحسن على هذه الفتاة التي كتبت كل ما تملك له، وقالت: استأمنتك على نفسي وأنا لا أعرفك، فكيف لا أستأمنك على مالي وأنا أعرفك؟ يا شباب، أين هذا الشاب بين أولادنا الآن؟ هذا شاب يعيش في نفس الزمن. أنا لا أتحدث عن صحابي جليل ولا عن تابعي مبارك،
وعلى عن إمام مسدد، إنما أتحدث عن شاب يعيش زماننا ويتعرض لنفس الفتن التي نتعرض لها. لكن أبناء الطائفة المنصورة في الأمة النبوية لا يخلو منهم زمان ولا مكان، لكني أرفع همم شبابنا وأولادنا بهذا النموذج المعاصر حتى لا يتوهموا أنني أحرث في الماء وأخاطبهم بما لا تقوى عليه فطرهم وعقولهم وقلوبهم. كلا كلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمعنى أن ما أمرك الله به ونهاك الله عنه في مقدورك أنت كمكلف، لأن الله لا يكلف المكلفين بما لا يستطيعون وبما لا يقدرون. فالدنيا بكل ما فيها شهوة من أعظم الشهوات،